طيب، بعد ما السوبر المصري خلص والاهلي خد البطوله، في جالي كومنتات كتير كده، فانا حبيت ارد على الكومنتات دي، يعني كذا كومنت كده هرد عليهم بسرعه. اول حاجه، بدايه التشكيل غلط. لا يعني حد كان باعت لي ان بدايه التشكيل كانت غلط. لا، هي بدايه التشكيل صح من وجهه نظري. وان هو يحتفظ بالجزيري انه ينزل بيه الشوط الثاني برضه صح، لانه ما عندوش بدايل كتير. هو لعب 4-5-1 وكان مدي لناصر ماهر حريه في التحرك في نص الملعب. وخلي بالك ان بيزيرا نزل الشوط الثاني وانا اراهن ان هو مصاب، كان المفروض يلعب 10 دقايق ربع ساعه. نزله مضطر في الشوط الثاني. دي حاجه. واحد برضو لذيذ بعت لي بيقول لي انت الهجاص التاني بعد رضا عبد العال. فيا سيدي انا والله العظيم بشكرك ان انت بتشبهني برضا عبد العال يعني. يعني دي حاجه كبيره والله. بدعي ربنا كده تفتح التلفزيون وتلاقيني بحل كده مع رضا وما تتفرجش علينا ساعتها. بس انا عايز اقول لك على حاجه. انت اكيد ما لعبتش كوره، واكيد برضو انت مش زملكاوي. بدليل ردك انك انت عمرك ما هتفهم اي حاجه من اللي انا هقولها يعني. فما تتفرجش عليا، ريح دماغك يعني. طيب، بالنسبه برضو للكومنتات، التحكيم لينا ضربه جزاء، وكان حد بعت لي ان لينا ضربه جزاء. ملخص التحكيم: كره كوكا بنسبه 95%. الدفعه بتاعت شيكو منزا كانت من بره ال 18. الكره الثانيه بتاعت محمد هاني دفعه واضحه، ما فيهاش فصال، دي دفعه واتردت علينا جون. كره بن شرقي مش واضحه، يعني عشان برضه تجزم فيها مش واضحه. كرة الجزيري واضحة، جت في ايده ودخلت جون، فما اتحسبتش. فده بالنسبة للملخص التحكيم بتاع الماتش. برضو في حد كان معلق لي على ماتش بيراميدز. طيب، ماتش بيراميدز، انت كرة الونش، الكرة جت في رجله وابتدت في ايده فما اتحسبتش قانوني. الكرة التانية اللي هو لما رفع رجله في وش قطة، برضو دي ارجع للسوبر الافريقي كده من سنة، هتلاقي كرة عمر كمال عبد الواحد نفس الكرة بالظبط في وش دونجا وما اتحسبتش ضربة جزاء. فدي هي دي، ما فيهاش يعني، ما فيهاش كلام، ما فيهاش تتكلم فيها. اللي انا عايز اقوله، يا ريت الاداره تسيب احمد عبد الرؤوف يكمل. انت خسرت مش مهم، بس تسيبه يكمل، تسيبه في الاسبوعين دول يقدر يحضر، وهتشوف نتائج في نهايه الموسم. هتشوف حاجه كويسه. انا عارف انا بقول لك ايه، انت دلوقتي محتاج المدرب المصري احسن من الاجنبي 1000 مره، فيا ريت يسيبوه يكمل.